في الفيديو ده بنشوف حارس حديقة الحيوان وهو بيغسل رجل الفيل، والمثير إن الفيل واقف ومتعاون كأنه فاهم كل اللي بيحصل. طب ليه أصلا الفيل يسيب حد يغسل له رجليه برضاه؟ أول حاجة الفيلة مش بس ضخمة، دي كمان أذكى بكتير مما الناس متخيلة، بتعرف مربيها بسهولة وبتفهم لما حد بيحاول يساعدها. والحارس هنا بيستخدم إشارات بإيده أو أوامر بصوته يقوله للفيل ارفع رجلك، والفيل يرفعها فورا وياخد مكافأة محترمة. بس الموضوع له سبب مهم كمان، الفيلة فعلا محتاجة نوع من العناية بالقدم. الطبقة السميكة اللي تحت رجل الفيل بتكبر مع الوقت، ولو ما تقصتش بتزيد وتسبب له مشاكل، مع ان الجزء اللي تحت رجل الفيل في الاصل لين زي مخدة بيستند عليها وهو ماشي، لكن لو الطبقة السميكة زادت قوي فالمخدة دي بتفقد وظيفتها، وده ممكن يعمل له مشاكل في الركب. غير كده عندهم ضوافر لازم تتقص وتتظبط كل فترة. طب والفيلا اللي في البرية مين يهتم برجليها؟ الموضوع بسيط، الفيل البري بيمشي حوالي 18 ميل ونص في اليوم، والمشي ده بيبري الجلد السميك طبيعي ويدي رجليه العناية اللي محتاجاها من غير لا حارس ولا فرشة. متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.